إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقاته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنهم بمسار المحارب. ومن غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس، وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. دابا حنا حاليا تنتواجدوا في الزاورت في البلاد ديالنا، حنا معتصمين فيها، والسلطه كنحملوا لها المسؤوليه. إلا ما بغاش تدخل حنا غادي ندخلوا بيدينا، نحملوا لها المسؤوليه وغادي ننفذوا بيدينا، لان هاد البلاد هادي رجعت لينا بالاوامر ديال الملك، ديال جلاله الملك الله ينصرو، بالامر ديالو باش رجعت لنا البلاد. واللي يقدر يهرس هذا المسطره ويهرس هذا القانون يتفضل. 1928 الباشا حسن خلط على الناس ديال ايت موسى تملكت اخرنا نفاد وما جاروها تا بن عبو تا مسيسكر، داك الشيء كاع اللي عندها في الجبل. قال لهم خوليا من هنا هبطوا لا زغار حفلوا الابان، انا بلاصه العنوصار بغيت انا لراسي. الباشا حسن جرى عليهم من تما، ملي جاو لا زغار دخلوها زغار، خلط عليهم عاود في 32 ملي طرات معركة تازي زاود، اللي طرات تازي زاود رجعوا من تما، خلط عليهم من هنا، قال لهم غادي تدخلوا من زغار عاود. أو يبيد نستقي من الردى، ولن نكون للعدا كالعبيد. عمصون بالرا ولا يوم يزبوتنين ولسين عبال نغلموا لي قلاد بلان. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا. حنا راه عندنا تصالح مع ولاد الباشا، ولاد عمنا، وقع علينا سوء تفاهم الاستعمار في 1920 او قل او زيد. في الاخر فاش رجع الملك من المنفى بن يوسف والحسن تاني الله يرحمهم، وقع علينا تصالح معاهم. هذاك التصالح تنفذ الطرف وبقى الطرف، حنا كنتحايلوا مع السلطه المعنيه، الجهه المعنيه بالامر تحل المشكل دون العكوسات. اذا كان شي واحد اللي يقدر يغير تصالح ديال وثيقه 519 اللي درنا في 63 مع ولاد الباشا 63، واستغرقات اللجنه التنفيذيه عامين تاع 65، وجات اللجنه التنفيذيه ونفذوا ولاد مهروق. واخوة ولاد الباشا احنا تابعين الحالات التنفيذيه نقطه بالنقطه، والسلطه المعنيه الجهه المعنيه بالامر تحمل مسؤوليتها. احنا ما كنعترفوا حتى بشي وثيقه من 63 لهنا تكون محافظه ولا رسم، ما كنعترفوش بها، لان كاين نزاع. اللي عنده شي رسم قبل 63 و 62 يجيبوا لنا، اما من 63 لهنا فاش وقع التصالح والالتزام راه ما كنعترفوا حتى بشي وثيقه، الا اللي عنده شي وثائق مزوره كيبيع هذا لهذا، هذا يبيع لعمو، عمو يبيع لولدو، يبيع لخوه باش يدوزوا داك الشيء. راك الشيء راه غير تخرشيش، احنا ما معترفينش بداك الشيء. لا نريد
فيها جدودنا خايا فيها نموتوا وفيها نحياو غنموت وفيها نعيشوا غنعيش ليك وغاتدفى